أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي مشاهد تيفي. سعيا منها إلى رد الجميل واعترافا بالمجهودات التي يقوم بها أئمة المساجد وتشجيعهم على الدور الذي يلعبونه وسط المجتمع من إمامة وتحفيظ للقرآن الكريم وتربية الأطفال على القيم والأخلاق، تنظم بعض الفعاليات من المجتمع المدني بجماعة لالة ميمونة سلسلة تكريمات تستهدف هذه الفئة من المجتمع في المنطقة، حيث حطت الرحال اليوم هنا بهذا المسجد أي مسجد دوار مغيطن صدر مستهدفة الإمام محمد الأحمدي، وذلك مباشرة بعد صلاة الجمعة بمسجد الدوار. الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الإمام، كيف كتحسوا أنت يعني بهذا التكريم اللي كرمتك يعني فعاليات من المجتمع المدني بجماعة لالة ميمونة؟ كرمكم الله سيدي، الله يجزيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يسركم الأمور، الله يصلح أحوال أولاد، الله يجزيكم بخير. آمين. الله يعاونكم، الله يسركم، الله يبارك لكم في هذا العمل، اجعله خالصا لله سبحانه وتعالى. آمين. مبارك لك سعادة، مبارك سيد الإمام، مبارك شيخنا. كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفقيه الإمام ديال مسجد مغيطن الكبير يعني أعتبره كوالدي بمثابة والدي، يعني منذ أن قدمت إلى هذا المسجد بداية هذه السنة يعني ارتحت إليه كثيرا واشتقت يعني لرؤيته وتشوقت بمعرفته، وفقيه يعني مبارك كما قلنا، يعني قلما تجد إماما يعمر في مسجد في هذا الوقت أكثر من 20 سنة، وإن دل ذلك فإنما يدل على أخلاقه العالية وحسن أدبه وحسن معاملته لأهل الساكنة وأهل الجامعة وأهل الجماعة. وبهذه المناسبة أدعو كافة يعني المحسنين ويعني المؤمنين إلى المساهمة في استمرارية هذا العمل المبارك، وهو تكريم أهل القرآن وتكريم أئمة المساجد، كل واحد على قدر استطاعته، ولو بكلمة ولو بدعوة ولو بإرشاد ولو بنصيحة ولو بتوجيه، كل واحد يساهم في إنجاح هذا العمل المبارك إن شاء الله تعالى. وشكرا لجميع القائمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر السي على التغطية أولا، أشكر الحضور اللي ساهموا معنا في التكريم ديال السي أحمد لأنه يستحق أكثر من تكريم صراحة. السي محمد الأحمدي شنو نقول لك، نعم الرجل أخلاقا معاملة، يعني قمة في الأخلاق، ولهذا كنوجه الدعوة زعما لجميع المحسنين باش تبقى استمرارية التكريم ديال جميع الأئمة ديال جماعة لالة ميمونة، لا بالمركز ولا بالدواوير. ولهذا كنكرر ان الناس يساهموا في مساهمه باش مسخر الله كما تيقول الناس باش تبقى استمراريه. ولهذا انا نزيد نكرر بان السي محمد الاحمدي، انني شنقول لك هذه 20 سنه كنعرفوا، ما عمري لاحظت عليه ولو ضره ديال اللي ذاك ما كايناش. راجل عاطي قيمه لراسو والناس عاطين قيمه، لا في الدوار ولا اللي سولتي على السي محمد الاحمدي يقول لك الله يعمرها دار، وفعلا الله يعمرها دار والله يكثر من الامثال ديالو. وحنايا مشتاقين باش يكونوا بحال هاد الائمه هادو يكونوا في المساجد، يعني صراحه السي محمد الاحمدي الله يكثر من امثاله، وكنشكروا الحضور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان الله، هادشي يثلج القلوب، هادشي جميل سبحان الله العظيم، هادشي يدخل السرور على قلوبنا وكيف بقلوب الأئمة ما شاء الله. سبحان الله، روى الطبراني بإسناد حسنه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كيف تكون في خدمة الناس؟ فهنيئا لنا جميعا وهنيئا بمن يقومون بمساعدة الآخرين وبمن يدخلون السرور على الآخرين، فجزاكم الله خيرا. وكنزيدوا نكرروا الله يجزيكم بخير. والاخوان هذه الفرحه هذه اللي كيفرحوا الائمه وكنفرحوا حنايا، فراه بفضل المساهمه ديالكم والتضحيه والتعاون ديالكم، فجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكروا الدوار ديال مغيطن على حسن الاستقبال، وشرف لينا نكونوا في هذا التكريم العظيم ديال الائمه ديال الامام المسجد ديال مغيطن، اللي بكل صراحه هذه الشهاده ديال الدوار كتشفع عليه على هذا العمل الطويل والماراطوني اللي قضى في حياته.
كتبقى فخر للجماعه وفخر للساكنه ديال مغيطن وعند مجهودات كامله. نتمناو حنا كمجموعه نكونوا قدمنا واحد التكريم اللي يليق بك، وكنتمنى هذا التكريم يكون واحد الفرحه اللي كبيره وحنا ما كرهناش، واقسم بالله لان كنحلف بربي يعني الفرحه اللي شعرتني اليوم ما نقدرش نحس بها، ونتمنى هذه الفرحه تدوم على جميع الائمه في الجماعه. اللي بكل صراحه كنتمنى النداء للمحسنين زيدوا ساهموا في هذا العمل، حيت لا جيتوا وحضرتوا عن الحدث مباشره اقسم بالله الاكثر يا غادي الدمع للعين ديالو. انا فرحان اليوم بهذا التكريم، وشكرا للمشاهد بريس عن التغطيه الدائمه سي عيسى بولا، والله يجازي كل المحسنين، والله لا يضيع اجر المحسنين. ورحمه الله. هذا السيد عندنا شريف القبيله، شريف قلتي شريف عندنا في هذه القبيله هذه 20 سنه، ولو كلمه كنعرفوا منه سيئه ولا خايبه ولا شريف ديال هذا السيد. يا شريف هذا الراجل الله عمر له الدار، الله مرس له، راجل مزيان متقي الله المعقول خوف الله في جميع الصفات، الله سبحانه وتعالى الله عمر له. راه 20 سنه هو معنا هنا، ما عمرنا سمعنا شي كلمه ديال خايبه فيه، والله عمر له الدار. السلام عليكم. محمد نهار اللي جا عندنا مسكين كنحبوه من القلوب ديالنا، اي شي واحد صغير ولا كبير. المهم الطاب نكونوا العين نشوفوه بحال اللي كنشوفوا شي حاجه شي اذى فيه ولا تسمعي منه لا في الدوار تسمع شي هذا من هوك ولا من هوك، ممنوع، ما كايناش. كاين لا الخير صافي، الى الخير تنسمع. ما عمرنا شي نميمه ولا سمعنا شي حاجه ولا هذا نوع من شي اكل. كنشكروه الله يرحم الوالدين، راه خدم معنا وكنحبوه لا اليوم ولا غد. إلى هنا نكون قد نقلنا لكم هذه الأجواء. كان معكم عيسى هبولة، مشاهد تيفي.